أولا، منطقة أهل السنة يجب أن نعترف بهم كمنطقة من المكون العراقي، كما يعترفون بالحالة الكردية والحالة الشيعية المسيطرة. يجب أن يعتقد الجميع بأن للإنسان حقه في الحياة، وهذا الإنسان مهما كان دينه ورؤيته وقيمه وانتماؤه ولغته وأرضه، يجب أن نعترف كلنا بهذا الحق. والشيعة والأكراد يجب أن يعترفوا بأن لأهل السنة حقهم في مناطقهم، في إدارة مناطقهم، في استغلال خيراتهم، في من يحكمهم. كما لا يجوز أن يتدخل أو لا يتدخل الشيعي في أمر الأكراد، الاتحاد الوطني وجماعة البارزاني، وليس لهم حق أن يتدخلوا. هذه مناطق ولن نديرها. نحن نختلف مع البارزاني ومع الطالباني بسبب الكفر والإيمان أو بسبب الاقتصاد أو بسبب الفساد الإداري، ولكن هذا شأننا الداخلي لا ينبغي أن يتدخل فيه لا عبادي ولا نور المالكي ولا خزعلي ولا غيره من الذين يهددون. بالنسبة للمكون السني يجب أن يكونوا أحرارا في مناطقهم. اختلافاتهم العشائرية، رؤاهم السياسية، اختلافاتهم الجهادية، هذا شأنهم الداخلي، يجب أن لا يتدخل في أمرهم لا شيعي حاكم في بغداد ولا كردي حاكم في أربيل. هذا المكون السني يجب أن يكون مثل ما يكون المكون الباكستاني. في باكستان 4 قوميات، البنجاب يتجاوزون 80 مليونا، يكونون الأغلبية في البرلمان، ولكن مع ذلك البلوچ وهم الأقلية لهم منطقة بلوچستان، يديرون منطقتهم في حكوماتهم المنتخبة ويشتركون بنسبهم في إسلام آباد في الحكم. وجوني جو كان من البلوچ وأصبح رئيسا للحكومة في إسلام آباد، وغلام إسحاق خان كان من البنجاب وأصبح حاكما لباكستان، بنظير بوتو من السند وصار حاكما لباكستان. فيجب أن يعتقدوا العراقيون جميعا، يجب أن يعترفوا، هذا ليس بالأمر السهل، يدوسوا أنفسهم، يدوسوا قلوبهم، ويعترفوا أن للمكون السني كل الحق في اختيار من يناسبه. وشأن الجهاد والجماعات الجهادية هذا شأنهم الداخلي، ولن يعيش أهل السنة في مثلثهم السني بدون سلاح. طيب، يجب أن يكونوا مسلحين كالأكراد والشيعة لكي يحموا أنفسهم.